يعني ايه لما تبقى الشقة اللي انت عايشة فيها وهي مصدر الامان وحاسة بالامان طول ما انت قاعدة فيها تتقلب للخوف، تتقلب لعدم الامان، تتقلب للرعب. يعني ايه تبقي نايمة في الشقة لوحدك وتحسي ان في حاجة بتسحبك لتحت الارض؟ يعني ايه تكوني نايمة في امان الله وتقومي على ضرب؟ يعني ليه تنامي تاني وتحلمي انك انت حد بيكتفك وما انتيش قادرة؟ وكوابيس كتير جدا جدا جدا. ولما بالصدفة قريت عن حاجة، بعدين لقيت ناس كتير، بنات كتير بتشتكي من نفس الوضع. قلت معقول؟ يعني ما كنتش انا لوحدي. شريط ذكريات مر قدام عيني، رجعني سنين كتير لورا، لما كنت ببقى قاعدة لوحدي في الشقة واسمع واقول يا جماعة انا بسمع، يقولوا بيتهيألك. وبعدين ابقى لوحدي في الشقة وممكن ابقى نايمة واقوم على خبط. يعني ايه؟ وحوارات كتير جدا جدا، ناس قالوا ان في حد عامل لا قدر الله حاجة، بس الواحد ما بدقش، عشان لو دق ودخل في تفاصيل كتير جدا الواحد هيتوه كده، او ايمانه هيقل. لان اللي بيحصل ان أنا لما كنت باجي هنا عند في بيت اهلي ما كنتش بحلم بحاجة، وكنت بنام طبيعيا وحاسة بالامان. اول ما بروح هناك بترجع تاني الخوف. لو حد مر بنفس التجربة يقول. يا صباح الخير عليك، وحشتوني جدا. لايك وشير واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفونا، ويا ريت لو انت اول مرة وضيفة جديدة علينا يا ريت تثبتي بكومنت جميل منك كده عشان نتعرف عليك. النهارده بقى ايه، كان ناقص شويه حاجات كده، قلت انزل اجيبهم. نزلت كده اكازيون، جبت شويه طلبات، لان هنا بيبيعوا النسكافيه والكوفي ميكس والحاجات دي كانت ب4 جنيه وبداوا يبيعوها ب5 جنيه. فانا قلت لا، بس اعمل فيها النصحة وانزل ايه اشتري من الاكازيون. جبتهم الواحد الكوفي ميكس او النسكافيه كان ب2.5. وبعدين جبت ليمون وشوية فطار كده ورجعت لقيت ماما بقى صحيت عملت لنا احلى فطار وفطرنا بألف هنا لينا يعني. وبعدين ايه قلنا نحضر الغدا. فكنت جايبة بقى قرنبيطة، قلنا نعمل النهاردة قرنبيط، وكان تحفة تحفة تحفة، كان مسكر وجميل. معايا هنا بقى ايه، سلقنا القرنبيطة. واهم حاجة في القرنبيطة عشان تطلع معاكي مظبوطة، خلي التسوية بتاعتها يكون 3/4 تسويتها، مش التسوية الكاملة. وجبت هنا طبق وحطيت فيه نص كوباية نشا على كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة من الشطة على البابريكا وتوم باودر وبصل باودر ومعلقة ملح ونص معلقة فلفل اسمر، وحطيت كمان كمون. طبعا القرنبيط ده من الاكلات اللي بعشقها جدا 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 في الشتاء، هو والعدس وطبعا المحشي. انا حاسه ان انا يعني بصوا، انا يعني اللي انا خسيته في عمري كله هرجعه بسبب الشتا ده وحياة ربنا. يعني انا الشتا اللي فات كنت محافظة جدا على نفسي، اما الشتا ده بص انا حاسة ان انا طالعة على فجيعة. اقسم بالله يا بنات. حطوا اللايك، انا بفكركم اهو انك انتوا تحطوا اللايك. هبدأ بقى ايه، جبت بولة اكبر وهبدأ اقسم الخليط ده، هاخد منه نص يكون جاف والنص التاني هيبقى ده السايل. معايا هنا بيضة وهنزل عليها بالخليط وهفضل اقلبهم كده على بعض. وبعدين ايه لغاية ما البيضة تعمل مع الدقيق والنشا، وهبدأ انزل عليها بالمية. احتجت ليها نص كوباية مية بس، هو ايه عشان يبقى الخليط يبقى سايل. طبعا معايا ربطة بقدونس كنت مقطعاها وهنزل عليها. طبعا انت بتدوق الحدق بتاعها، لو حسيت ان هي محتاجة ملح بتزودي لها شوية ملح. القرنبيط بقى بعد ما اللهم صل على النبي، بعد ما بيتسلق بروح جايبه القرنبيطايه كده وايه، وببقى اسمها نصين. لو القرنبيطايه كبيره يعني الورديه كبيره بقسمها ايه نصين، زي ما انتوا شايفين كده. هنا ماما كانت مقطعها لي اهي،
شايفين اللي اقصده ايه؟ يعني هي واحدة كاملة ورحت واخداها من النص كده. هبدأ بقى ايه انزل في خليط السائل ده، وبعدين هنزل ايه عليها بالدقيق والنشا. طبعا الزيت ببقى مسخناه، سبته يسخن كده لغاية ما اخلص ايه القرنبيط. جربوا الطريقة ديت اللي هتعجبكم جدا جدا، هيطلع زي مقرمش كده وجميل، وزي تحسيه انك انت بتاكلي الكنتاكي. في ناس بتستخدم بيض كتير جدا جدا للقرنبيط، بس هي بيضة واحدة انا بس اللي بستخدمها وما بزيدش عن كده. بعدين حاولوا ترخصوا البيض غالي يا جماعة، بقى ب90 جنيه، فحرام يعني. هنبدأ بقى ننزل في زيت سخن كده، وما حدش يقول لي ايه الطاسة دي، لان الطاسة ديت احلف عليه احلف يعني عمري كله ان 90%، 95% موجودة في كل بيت مصري. فما حدش يقول لي ياي ومش عارفة ايه، الطاسة دي موجودة في كل بيت مصري. فاكيد يعني مش هطلع لكم حاجة جديدة عشان اقول او عشان التصوير، او عشان اقول لكم يعني قد ايه مش عارفة ايه. لا، اللي موجود انا بعمل بيه، يعني ما بكلفش نفسي عشان خاطر التصوير. طبعا عايزه اقول لكم بقى البوتاجاز بعد القرنبيط ده كان عايز حفلة نظافة مية مية. هنا بقى ليه قلت اطلع لكم القرنبيط، شايفين بقى اللون بقى ذهبي وجميل جدا ومقرمش يعني، وبصراحة كان تحفة. شايفين كمان اللون ذهبي جدا، واللي مساعده على القرمشة النشا طبعا، وكان مشطشط عشان الشطة اللي احنا حطيناها. طبعا لو انت عايزة تستغني عن اي حاجة بتقدري تستغني عنها. تعالوا بقى ايه ندوق احلى واجمل واطعم قرنبيط. تعالوا معايا نجيب بقى رغيف العيش كده ونقول صلى على النبي كده ويبدأ. انا بحب اللي هو الناشف، اللي بيبقى مش مليان، يعني الوردة بتاعته مش كبيرة، بحب الناشفة يعني شوية. ونعمل سندوتش كده. وكمان ايه وصلى على النبي يا جماعة، يلا خدي قرمة ورا قطمة ورا قطمة. تحفة. استنوا بقى واحدة بصلاية كده، يا سلام. بص كمان الخضرة مع القرنبيط، انا بعشق الخضرة مع القرنبيط، يعني احب ان في خضرة حواليا كتير كده وانا باكل القرنبيط. بعد ما خلصنا بقى قلت ايه اروح اخرج نفسي كده يعني. انا الواحد زهقان وما بيخرجش كتير، فقلت يلا تعالي ما اوريك الاوتوفيت بتاعي يا بنات، وقولوا لي رايكم فيه ايه. وهنخرج بقى ايه نعيش الجو شويه كده. شايفين نزلنا بقى كافيه كده انا والبنات، اختي وبنت خالتي، وقلنا نروح ايه نخرج وناكل كده حاجات حلوه ونشوف الدنيا شويه. انا نادر جدا لما بخرج من البيت، فقلت ايه اخرج شويه اغير الجو. ده المنظر، شايفين المنظر ده بقى يعني زي ما كان ارض واسعة كبيرة ولامم اغلبية الكافيهات اللي موجودة، عائلات وشباب وكله يعني موجود. فالمنظر كان جميل جدا. وانا طلبت بقى ايه نور هنا طلبت ديسباسيتو، وانا طلبت انا وبنت خالتي 2 مولتن كيك. يعني كان جميل والجو، بس الجو كان ساقع جدا جدا جدا، كان بالليل والجو التلجي يعني. بص بقى تعالوا اوريكم الشوكولاته السايحه النايحه من جوه، بس التصوير ما كانش ظاهر قوي ان الدنيا كانت مظلمه خالص. قولوا لي هوريكم بقى الاوتوفيت بتاعي، في شايفين قولوا لي حلو ولا وحش، اللون جميل عليا ولا ايه؟ هستنى رايكم في الكومنتات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفوني، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.